السلام علينا وعليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من سلسلة فيديوهات كورس الألماني A1 للمبتدئين أنفنج. طبعا مع قوة فاطمة حسن، ده اللي هو أنا يعني لازم الدخلة الجميلة دي والحتة الحلوة دي. طيب النهاردة احنا كنا متفقين انه احنا أخدنا حروف الأملاut، الآ أملاut، الأو أملاut، وبعد كده أو أملاut. تمام، واتفقنا انه احنا هنقول اسمائهم بحتة الاملاط علشان انت ما تتوهش. هنتفق في اتفاق تاني انه اي حاجة بتاخدها كرامتك في الالماني لازم تطبق عليها بحد الماني تسمعه، قاعدة اساسية. طيب اسمع مين؟ ما هو في ناس كتيرة بتتكلم، فانا شايفة انه احسن حد هو ايزي جيرمان. ناس لطيفة جدا، وانا نفسي في الكورس معايا مع الطلبة اللي معايا ببتدي اشتغل على فيديوهات ايزي جيرمان، والنهارده هناخد الآ أوملاوت. تمام، انا هقسمها لكم على 3 فيديوهات لان الفيديو بيكون طويل شويه. هديلك النهارده حاجه او تريكايه كمان بقولها دايما للناس اللي معايا في الكورس: لما تلاقي فيديو زي ده حتى وانت لسه مبتدئ، هي بتتكلم الأونتاتيت اللي تحت او السبتايتل او الكلام نفسه بيكون مكتوب تحت. الالماني يعني اللي هي بتقوله بينزل تحت في الشريط، فلازم تترجم كل حرف من اولها كده. تيجي تقول اصل كلام كبير، اصل هي المانيه بقى فهي فاهمه هي بتقول ايه. اسمع وقلد، وحاول من أول يوم وانت بتدرس ألماني تشوف أي فيديو ألماني أو أي حد بيتكلم ألماني، ترجم الكلام اللي بيقوله معناه إيه، واعرف الكلام في الكونتكست، مش كلمة معناها كده معنى عام، لا، في الكونتكست اللي هي بتتكلم فيه، اللي هو سياق الكلام اللي هي بتتكلم فيه. ده كده أول إيه، أول حاجة. ما كتبناش حاجة، ما عملناش أي حاجة. فالنهاردة خليني أقولك إن إحنا هناخد أول حاجة الآ أملاط، وشوف بقى هتقولها لك إزاي وهتعمل إيه. اهو برسمها لك رسمة كده لطيفة زي الفل. تمام، هنفتح الفيديو مع بعض وتعالى نشوف هي تقول ايه، وانا هحاول ان انا اظبط لكم الجمل اللي بتتقال، هترجمها لكم كده على السريع. انا صراحة ما بحبش شغل الترجمة، ما بحبش الترجمة الشفوية ومش عارف تتبعية ومش عارف ايه. كنا بناخد في الكلية عندنا كلية ألسن دايما يقولك الترجمة وانواعها وي وي وي، فخنقة. مش انا في الشغل ده، انا هتلاقي المعنى العام وانت كل حرف تمسكه. تمام، يلا بينا. Deutschen gibt es 3 Vokale mit einem Umlaut. خليني ابدأ لك من الأول خالص عشان تبقى مسامع. Im Deutschen gibt es 3 Vokale mit einem Umlaut. واضح الكلام. بتقولك im Deutschen gibt es 3 Vokale mit einem Umlaut. هي هتقول صوت الحرف، هي بتنطق بصوت الحرف عشان تفرق لك. انا بقولك خدها قاعدة عندك، قول Umlaut، ما تقولش ايه، ما تقولش الحاجات دي لا، انا ضدها، هتوه قدام. فخدها قاعدة Umlaut 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 زي الفل. im Deutschen يعني في اللغة الألمانية أو عند الألمان، gibt's يعني يوجد، مش فاكرة مصطلح بالإنجليزي بس ماشي ماشيها. drei Vokale يعني 3 حروف صوتية، 3 حروف فيها حركات، حركة صوتية، mit einem Umlaut مع حروف الأملاut. طيب كجراماتيك، في جراماتيك عليك هتدرسه لسه قدام، ولكن افهم المعنى العام حتى لو في الأول عشان تبقى فاهم هي بتقول ايه. توقف كده وترجع تشغل تاني. Ö und Ü. Heute zeigen wir euch, wie diese Umlaute ausgesprochen werden. heute النهاردة zeigen wir euch هنوريكم، هنعرض عليكم wie diese Umlaute. أنا مش شايفة الباقي، مش شايفة من كلمة يوتيوب دي. فالمهم اللي هو المعنى العام انه هي هتعرض عليكم ازاي ننطق الحروف دي وخلاص. تمام، Und vergleichen sie mit anderen Vokalen. طب انا اقول لك حاجة ألطف. انا اخش على اليوتيوب احسن واشيل الكلام ده، انا داخله عليه من التليجرام، اخش عليه على اليوتيوب، تصدق كده احسن بكتير. اهو نحاول ان احنا نبقى نمنتجها. المهم im Deutschen gibt's 3 Vokale mit einem Umlaut. هي قالت ö ü. انت ممكن تتوه في الاول، فاتفقنا ان احنا نمشي على umlaut umlaut umlaut، اسم الحرف وكلمة umlaut فوقه كده، انت مقيست الدنيا زي الفل. صوته في الكلمة هتبدأ ان انت تسمع الكلمات. تعال نكمل. Im Deutschen gibt es 3 Vokale mit einem Umlaut. Ö und Ü. Heute zeigen wir euch, wie diese Umlaute heute zeigen wir euch، احنا النهارده بنعرض لكم wie diese Umlaute ausgesprochen werden، كيف يتم نطق هذه حروف الأملاut. ايه رأيك في الترجمة الجوجل ترانزليت دي؟ حاجة زي الفل يعني. ماشي كمل. شايف طريقة المذاكرة؟ أنا بذاكر كده والطلبة بتذاكر كده، وأنا اللي كنت في الكلية بذاكر بنفس الطريقة، الجملة على بعضها أعرفها
تبدأ بقى كجراماتيك. انت في الكورس ده تقولي طب والله هو موقع الفعل هنا في رقم كام مش عارف ايه، ماشي هنعرضها لك واحدة واحدة قدام لما تاخد لسه الساتس باو او ازاي تكون الجملة. بس كمعنى عام لازم تكون الحاجات دي ثابتة معاك، ان انت تعرف شكل الجمل ازاي، اسمعها بتنطق ازاي وقلد نطقها على قد ما بتقدر. شوف هي بتنطق ازاي، هي واحدة ألمانية هتلاقي انه هي لما بنتك على حرف معين الصوت ساعات بيتغير، وده هيحصل في الفيديو ده النهارده. بس كنطق هي ألمانية، فأنا هسمع منها هي صح. وأي حد تاني بيقولك أي معلومة لو حسيت إنه فيها شكوك، لا اسمع من الألماني نفسه اللي بيتكلم، إن هي لغتهم. فاهم قصدي إيه؟ طيب نكمل. gesprochen werden und vergleichen sie mit anderen Vokalen. Los شوف أنا وقفت قبل ما تخلص. und vergleichen Sie mit anderen Vokalen. Los geht's. وهنبدأ إن احنا نقارنهم بالحروف التانية أو بالحروف الفاولز التانية أو الحروف المتحركة التانية. تمام. لوز جيتس يعني يلا بينا. خدت مصطلحات كتير النهارده. لوز جيتس يلا بينا، يبقى انت وانت عايز تقول يلا بينا في حتة خدها على بعضها، خدتها من كونتكست معين. تمام. geht's. Entschuldigung, Monika. Wir fangen an mit dem Ä. Das Ä ist ein خليني أبدأ لك وهرجع أجيبها لك تاني. Wir fangen an. anfangen يعني يبدأ. beginnen. تمام. ده حاجة اسمها trennbare Verben أو أفعال منفصلة، تاخدها إن شاء الله في نهاية الكورس بتاع A1 كامل. أنا هشرحها لك في الفيديو وأقول لك الطريقة بتاعتها وأجيب لك الأفعال وهنظبط لك التاني، بس ما هو تبقى فاهم يعني. مدام هي قالت إيه، أنا هقول لك umlaut عشان ما تتوه، إن أنا بحب النطق الحرف يكون في الكلمة ما انطقوش كده عشان أنت هتوه. حد تاني ممكن يبقى فاهم والله، لو انت الدنيا تمام بتعرف تنطقها خلاص يبقى زي الفل. انا بتكلم للناس اللي بتحس فيه صعوبة في النطق، فبقول لك انطق الكلمة لان هي نفسها دلوقتي هتغير الصوت، هتلاقي صوت الكلام بيتغير. هي بتقول كده، او ساعات هتقول مرة كده ومرة كده، زي ما كنا بنيجي نقول تفانسش وتفانسج، وهقول لك الفروق ما بين النطق عشان بس التوهان اللي بيحصل. طيب eine Mischung zwischen A und E. Und wenn es mit einem kurzen Vokal gesprochen wird, بتقول لك انه حرف umlaut، الحرف اللي عندك ده هو مزيج ما بين حرف وحرف تمام. فانت لما بتبدا انت تستخدمه كصوت، حاجه اسمها short vowel، حاجه في اللينجويستكس انت مش عليك، مش ملزم ان انت تعرفها. فيعني بتقولك ان انت تعمل صوت خطف سريع كده، كده، مش هتمدها، هي مزيج ما بين والايه. طيب انا مش فاهم يعني مزيج ما بين والايه، فعشان كده انا بقولك قلد صوت الكلمات وشكرا. يعني ده هي بتشرح بتوضح لك حاجه، بتحاول ان هي تقربها لك، فهتضطر ان هي تجيب لك حاجه لينجويستكس او حاجه لغويات مش عندي، مش عاوزها، ما تلزمنيش، لان انا مش هخش، الطفل الصغير مش هيخش يسمع لينجويستكس. فتعالى نشوف البايشبيله لما تيجي تجيب البايشبيله بتاعتها. klingt das Ä sehr ähnlich zum E. Zum Beispiel in dem Wort Wände. Die Wände und die هنا مثلا وقفت لك، هي جايبه لك كلمتين، قالت لك دي فند، وعندك الكلمه التانية دي فند، نفس الصوت تقريبا او نفس طريقه النطق. ممكن تحس انه حرف املاوت نطقه بيبقى اتقل سنه، ساعات بتحس كده وساعات لا، هو تقريبا متشابه. كلمه انجلش يعني متشابه تماما، شبه بعض. طيب اول حاجه انت ملزم بيها ان انت تعرف الفرق ما بين يعني ايه دي فند، هو حتى مترجمها لك بالانجلش فند يعني انعطاف، دوران، تاخد تلف في حاجه او لف في حته معينه. تمام. دي الفند اللي بحرف الاي او في دويتش. طيب الفند بحرف املاut، ما انت لو جيت قلت لي ايه وايه فانت تايه، هي ايه اللي قصدك على الايه اللي هي اللي شبه الاي بالانجلش، ولا قصدك على الايه اللي هي املاut انهي؟ فانت هتوه. عشان كده انا بقول لك وانت بتعمل بوخشتابيرونج او تهجئه لاي كلمه، حط اسم املاut عشان ما نزعلش من بعض. ماشي، الا لو هتجيب بايشبيله فهتخش في حوارات. فالمهم دي فندا هي جمع الكلمة حيطان. تمام، هي أصلها دي فاند، فدي جمع الكلمة حيطان. زي الفل. تعالى نكمل. Das sind zwei unterschiedliche Worte im Deutschen, die fast gleich gesprochen werden. Das eine طيب هي بتقولك دي عبارة عن مثالين لكلمتين مختلفتين في المعنى في الألماني، ولكن تقريبا نفس النطق كنطق، يعني هما في النطق متقاربين من بعض، لكن كمعنى في اللغة الألمانية واحدة كانت عبارة عن جمع كلمة حيطة، والتانية كانت عبارة عن انعطاف أو دوران. تمام.
انت طبعا انت لازم تمسك بالقلم ورقة، يعني كلمة كلمة بالورقة والقلم، كلمة كلمة هتطلعها وتبقى شايف معاني الجمل. لو لقيت جملة مش فاهم معناها ولا جت ازاي، وانا كنت بعدي الفيديو بسرعة، انا مركزة على حروف الاملاوت او حرف الاملاوت، املاوت، تمام. انت بتبدأ تعمل ايه؟ انا عندي على التليجرام، خش الجروب، اكتب في الجروب نفسه، ما تروحش تبعت لي برايفت، ما بشوفش الرسائل، لان انا ما بركزش في التليجرام الا ما ببعت الا على الجروب نفسه. فهتخشي على الجروب، خدي سكرين للحاجة، اعملي عليها بس كده هايلايت ولا علامة ولا أي حاجة، وأنا أشرحها لك، ما عنديش مشكلة. في جروب التليجرام هتلاقي جروب مخصص، أي أسئلة في أي، حتى لو بتاخد كورس بره ما عنديش مشكلة، خش اسأل اللي نفسك فيه، ولكن في كومنتات بتاعة الجروب، ما تكتبليش برايف. ادي أول حاجة. تاني حاجة، خليك على الجروب، فيه كل حاجة بتنزل، لما أجي أقول على مواعيد نزول الكورسز مثلا، لو في كورسز جروبات جديده، لو انت مستعجل على الكورس مش حابب تكمل على اليوتيوب انه الدنيا لسه بطيئه شويه، انا عارفه ان انا بتاخر عشان بوازن بين الشغل والتصوير وكده، وانا بعمل كل حاجه لوحدي. التيك توك عندك برضو، الواتساب، كل حاجه هتلاقيها متثبته على البيج بتاعه اليوتيوب، تمام. تعالى نرجع نكمل عشان ما ننساش كنا بنعمل ايه. Mit einem E, das andere mit einem Ä. Die Wände, die Wände. ده اللي انا بقولك ركز عليه في الصوت، الكلمتين دي فيندا دي فيندا نفس الصوت، يبقى صوت ومعنى. مش قادر ان انت تترجم الجمل ماشي، بس انا بقولك من الاول لا، ابدأ ترجم. لو حتة صغيرة من الفيديو لو ترجمت، يعني مش هقولك نص دقيقة، النص دقيقة بترجمة بتفرق معاك احسن ما تسمع الفيديو كامل وتقولي اصل انا بسمع وبتعود الدنيا هتمشي. مش بتمشي، اللي والله العجلة ما بتدور. فاسمع الكلام وخدها نصيحة وترجم حرف حرف بالتكرار. لما تيجي تسمع الفيديو تاني لوحدك هتلاقي ده الكلام ده انا سمعته قبل كده وفاكر معناه. حتى لو مش فاكر معناه بتفتكر معناه قدام، ماشي. لكن ما سمع او ما عرفتش المعنى وبتسمع تسمع تسمع تسمع، ما لا بيخش من هنا بيخرج من هنا. فانا ضد نظريه السماع عمال على بطال بدون استفاده، انا ضدها. طب انت شايف ان هي كويسه وجابت معاك نتيجه، كمل فيها، انا مش بلزمك بحاجه، بس ده مجرد راي من اللي بيحصل معايا في الكورس. وانا كواحده كنت طالبه للغه ودرستها، عملت الحاجه اللي انا بقولك عليها، فانا بديلك الحاجه اللي انا عملتها، ماشيه معاك يا باشا زي الفل، يبقى كسبنا خير وبركه. مش حابب الفكره ولا ما عندكش وقت ومش عارف ايه وانا هسمع وخلاص، امشي زي ما انت عاوز، بس ما ترجعش تشتكي اللغه صعبه، ما ترجعش تقول اصلا مش فاهم اللغه. البيبي الصغير مش هيقعد ان هو يسمع 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 ومش فاهم، لا بيشاوروا له بيوروه بيعلموه لغايه ما بيتعود، بس هي دي الفكره. نكمل عشان الايه، الوقت. Ein anderes Wort zum Beispiel ist ändern. Ändern, to change. Ende, the end. نفس تقريبا الصوت هنا، اندن اندن اند، ايه اندن اند، تمام. هي حتى كاتبه لك المعاني بالانجلش عشان توضيح الانجليش. طب انا مش فاهم انجليزي، ما اتعلمش الماني ولا اعمل ايه؟ يا باشا زي الفل، يولع الانجليزي، خد الكلمه وروح ترجمها على قاموس ريفيرسو او موقع ريفيرسو، وهجيب لك اللينكات كلها تحت الفيديو ان شاء الله. Wird im Deutschen auch sehr ähnlich ausgesprochen. Also wenn der Vokal kurz gesprochen wird, ist E sehr ähnlich zum Ä. Ende, ändern. Wenn der Vokal als langer Vokal gesprochen wird, dann hört man den Unterschied schon deutlicher. Der Arzt, die Ärzte. هنا عايزة بس يتفرق لك ما بين حاجتين، انه انت لما بيكون عندك صوت الفاول اللي عندك او الفوكال اللي عندك او الصوت الحرف المتحرك اللي عندك، لما بيكون فيه الاملاط ومن غير الاملاط، هي بتفرق بين النطقين دول. لما بيكون عليه الاملاط ده بيكون اسمه كورتس فاول او كورتس فوكال، يعني صوت قصير او صوت حركي قصير. اللغة العربية ضايعة، ماشي. زي كلمة ايه، لما جت قالت لك كلمة انجلش واند، انجلش عليها املاوت، فصوت املاوت هو نفس صوت حرف الاي او في دويتش، تمام. واحد اتنين، لو صوت اون املاوت، من غير الاملاوت، فتبقى عادي زي ما انا اديتك البايشبيله في الفيديو اللي فات، لو ما شفتوش ارجع له. ما كنت بقول لك مثلا ابفل، بمد بقى ابفل. طب عايزه البلغال بتاعها كانت بتتقلب نفس الكلمه بس هحط على حرف الاملاوت النقطتين دول، فكانت تكون ابفل، ابفل، تمام. طيب ايه تاني؟ عندك منى. خليني اكتب لك الحاجات دي سريعا وانا على الفيديو كده عشان تبقى عارف انا بقول ايه. خليني الون لك دنيا حمراء اهو زي الفل. لو انا بكتب لك كده كلمة اب فل،
تمام. طيب ادي صوت ابفل، طب انا عايزاها ايه؟ ابفل. ابفل. ايه الفرق بين الكلمتين والنطق؟ اول حاجه النطق، انا لون لك ازرق برضو للتوضيح اهو، اهو ان شاء الله تبقى شايف، مش مشكله النضاره. يبقى كلمه ابفل تفاحه واحده مفرده، كلمه ابفل تفاح بلوغال ايه؟ ابفل. ابفل. ادي اول حاجه. الصوت اب اب ابفل. هنا ايه؟ اب اب ابفل ايه، كانها حرف الايه ده، ايه افضل. بس هي دي الفكره. انا بعمل نفس الكورس في الطلبه، بعمله نفس النظام، فان شاء الله تبقوا فاهمين وشايفين ومتبقاش الدنيا فيها سخافه. لو معترض على حاجه او في حاجه حاسس ان هي مضايقاك في التصوير، انا عارفه ان انا فاشله في التصوير، بس بحاول والله على قد ما بقدر بحسن الجوده، فانا بعملهم كده فبيبقوا فاهمين. فانت لو مش فاهم او مش شايف بقول لي او اقترح عليا حاجه، وانا بتقبل الاقتراحات، ما فيش مشكله، بس اديني اقتراح، ما تروحش تنقد وما تدينيش اقتراح، لا اديني اقتراح، اديني الحلول. وقت ما تخش في الحلول الناس بتبعد، فان شاء الله تبقوا فاهمين يعني. المهم بص نشيل الكلام ده، شكرا يا فندم. تعال نكمل. Die beiden Worte haben einen sehr deutlichen Unterschied in der Aussprache. Ein anderes Beispiel ist Ära oder Ehre. ها انت عندك صوتين، هي بتجيب لك برضو نفس الفكره بين صوت الأ عذرا، بين صوت الأ وما بين صوت حرف الإيه. فقالت لك إيغا، إيه إيغا، إيغا اللي هي مش فاكرة كان اسمها ايه في الإنجليش، بس هو عهد أو حقبة زمنية، فترة. لما أقولك عهد السيسي، عهد حسني مبارك، عهد مش عارف ايه، عهد ايه، عهد فترة حكم معينة أو في فترة زمنية معينة. تمام. طيب إيغ، إيغ، إيغا حرف الأ اتنطق، إيغا، إيغ، إيغ. لما بتيجي نعمل ستريس على كلمة ان انا اوضح لك صوتها، ممكن صوتها بيتغير لك. هتلاحظ الحاجات دي في الفيديوهات، حتى الألمان بيعملوا نفس الطريقة. واحنا بننطق بسرعة الكلام شكله بيتغير شوية لأنه سريع، لكن وانا بعملك ستريس على حاجة كلمة معينة، ففي ممكن صوتها يتغير لك شوية، عشان ما تحسش انه في اختلافات او في حاجة صوتها بيتغير في الكلام. لا، انت بالراحة وهما بيتكلموا سريع، فهي فاهمة ان انت فاهم، فبتتكلم بتتكلم بتتكلم. هنا بنعمل ستريس على الكلمة، فممكن صوتها يكون غريب شوية بالنسبة لك، او تحس انه في مش منطوق الايه الحاجة اللي انت عاوز تسمعها او الحاجة اللي انت متعود تسمعها. فاهم قصدي؟ ان شاء الله تبقى فاهم النقطة دي. فالمهم إيغا، طريقة النطق أهو، إيغا، إيغا، إيغ، إيغ. تمام. قلد نطق الكلام. Ein langes E und ein langes Ä. Die Ära, die Ehre. Im Übrigen, wenn ihr amerikanische Muttersprachler seid im Englischen, dann ist es für euch vielleicht ein bisschen einfacher, das Ä auszusprechen, denn in einigen Worten wird das A im Englischen oder zumindest im amerikanischen Englisch genauso ausgesprochen wie das Ä. Zum Beispiel das Wort man im Englischen, im amerikanischen Englisch wird das Ä hier sehr, oder das A hier sehr ähnlich zum deutschen Ä ausgesprochen. Und wenn ich انت عندك كلمتين، تلخيص الكلام اللي هي قالته ده كله، تلخيص الكلمتين بيقولك ان انت عندك كلمتين زي كلمة من ومان. ايه مان، فبتقولك انه الانجليزي الامريكاني بيكون في صوت حرف الاي بالانجلش هو نفس الصوت بتاع حرف الأ املاوت. ده ملخص الايه اللي هي عماله تقوله ده كله عشان ما تتوهش. تمام. يبقى تاني، انت عندك صوت الاي بالانجلش، هي طبعا بتشرح انجلش عشان تبقى فاهم، فالاي بالانجلش صوتها نفس صوت الأ املاوت في الالماني. فانا عندي فين القلم؟ ماشي، القلم اهو. عندي كلمة مان كده انجلش، مان انجلش. عندي نفس الكلمة اسمها من ألماني، يعني الإنسان أو الفرد. مان اللي هو الرجل، رجل، زلمة. شايفين من الصورة إن شاء الله؟ شايفين أهو، زلمة، زلمة. ماشي. طيب من الإنسان، الفرد، المرء، الإنسان. ها فاهمين؟ إن شاء الله يا رب تبقوا فاهمين، ربنا يستر من عدم الفهم. يبقى مان في الإنجليش صوت الاي بالانجلش عشان ما تدوخش، الاي اللي هي اسمها بالالماني صوتها كانها املاوت. مان اهي كانها املاوت. ان هنا من عادي مفيهاش مشكله، بتاعت الالمانيه ما فيهاش مشكله. ده اللي هي عايزه تقوله. نشيل الكلام ده كله.
das englische Wort man höre, würde ich das im Deutschen tatsächlich mit ä schreiben. Man, man. Und das deutsche Äquivalent ist das Wort Mann, was auch ein großer Unterschied ist. Mann und man. Der zweite Umlaut. zweite Umlaut هناخدها إن شاء الله في فيديو تاني، ولكن هجيب لك كمان بعض البايشبيله من فيديو للأطفال كرتون أأكد عليك النطق. أنا مش هتكلم ومش هعمل أي حاجة، بس هشغل الفيديو إن أنت تشوف نطق الكلمات بس. ده اللي أنا محتاجة منك. أنا مش هعلق على حاجة لأن أنا عارفة إن التعليق بيشد شوية في الوقت، فأتمنى تكون لغاية هنا كده أنت خدت أملاوت. راجع الفيديو كويس قوي، طلع الجمل اللي اتقالت في الفيديو بورقة وقلم واكتبها. أي مصطلح يقف معاك سكرين على الجروب قولي، هرد عليك عادي. ما تحدش بعت برايفت باكد عليه عشان انا والله ما بشوف، لان انا عندي جروبات كتير. هفتح عليك الفيديو التاني ثانيه واحده، هقفل هنا كده وافتحه لك، وعيش يا باشا مع الكلمات واكتب الكلمه بالارتكل بالاداه كمعنى عام مجمل. لو في معنى في كونتكست سياق معين او جمله معينه اكتبها بالجمله بتاعتها، وما تنساش الادوات الارتكل اللي عندك، الدي الدي الدس، واحنا شرحناهم في الفيديوهات اللي فاتت. بس كده زي الفل. الفيديو اهو، ده فيديو كرتون اصلا للاطفال، فما شاء الله النطق بتاعه كويس. ممكن تشوف قناة اليوتيوب اسمها اهي، او انت قولي وانا هحطها لك في الديسكريبشن اللينك بتاعها برضو، او لينك الفيديو وخلاص وتتفرج عليه كله. فيلا بينا نسمع الكلمات. تعليقا على كلمة ايه بس، انه ده السنبلة، سنبلة القمح، عود القمح اسمها سنابل، تمام؟ فهي دي السنبلة، تمام. الكلمة اللي بعد كده إكفاتور، إكفاتور، إكفاتور ده خط الاستواء، لأنه هي مش باينة من الصورة، فأنا قلتها لك سريعا بس علشان تكون عارف الكلمات. تبدأ تعيد تاني نفس الكلمات، فأنت هتشوف الفيديو بقى وتعيد نفس الكلمات، طلع الكلمة تدور على الارتكل بتاعتك بابليكيشن ليو. هسيب لك الابليكيشن في الديسكربشن، هسيب لك لينك الفيديو ده في الديسكربشن، وهسيب لك لينك الفيديو ايزي شيرمان في الديسكربشن. وان شاء الله هنعمل برضو الاو املاوت والاو املاوت، او املاوت او املاوت، عشان الصوت يبقى واضح في الفيديوهات. بحس الصوت شوية مش موضح الفرق، فهنعملهم بنفس الطريقة دي ان شاء الله. ده المرة اللي جاية، والى لقاء اخر ان شاء الله.